اخواتي الزملكاويه، حلقه جديده. حلقه النهارده رايي في عدم لعب الزمالك ماتش القمه. اول حاجه في رايي من وجهه نظري، وانا هتكلم في الفيديو ده وجهه نظري. اول حاجه كنت عايز الزمالك يلعب ماتش القمه عشان ما يبقاش عامل زي المجلس القديم ويقول انا مش هروح الماتش القمه وكلنا فاهمين. تاني حاجه انا كنت عايز الزمالك يلعب علشان هو مهما عمل ومهما سوى هيفضل الدوري المصري هو بالمنظومه الفاشله، بما فيش كوره في مصر، هو المباريات، هو المؤجلات، هو التحكيم. فما فيش حاجه هتتغير في الدوري المصري. تالت حاجة الإعلام هيطلع بالليل يوهمك ويفهمك إن دورينا أحسن دوري، واتحاد كورة أحسن اتحاد كورة، ومنظومتنا أحسن منظومة، وهو قاعد وفاهم إن مفيش كورة في مصر، وفاهم ومستوعب جدا إن هي فريقين فقط بينافسوا على الدوري، بنفس الفرق، بنفس اللعيبة، بنفس كل حاجة، وفاهم جدا إن مفيش كورة في مصر، بس لازم يوهمك ولازم يعمل ولازم يتكلم. رابع حاجة الزمالك ما كانش عايز يلعب علشان عايز ينزل مباريات اللي باقية والمؤجلات. جيت انت كرابطة ما نزلتش، فقام الزمالك ما لعبش ماتش القمة. بعد ما لغيت ماتش القمة والزمالك ما لعبوش، نزلت المؤجلات ونزلت المباريات عشان تقول الزمالك خايف من ماتش القمة، وحالا الزمالك هيلعب الماتش الجاي. فليه ما كنتش عملت كده من الاول؟ لا، انت كنت عايز تعمل كده عشان تقول الزمالك خايف والزمالك مش عايز يلعب ماتش القمه. ففي النهايه ان مهما عملت ومهما سويت ومهما قلت مفيش كوره في مصر. هما الفرقتين اللي بينافسوا بعض كل سنه على الدوري وخلاص، والاعلام هو والمباراه هي والمؤجلات هي والتحكيم هو. فده كان رأيي. أتمنى الناس بالتقدير، وأتمنى الناس تعمل فولو وتقول رأيها في الكومنتات، وأتمنى الناس تعمل اشتراك على قناة اليوتيوب، وياريت الفولو والتقدير. شكرا يا حبايبي.